السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حكاية الطريق مع نور الدين. مرحبا بكم. رمضان في المغرب له سحر خاص، يزداد جمالا عندما تتزين الأجواء بالأمطار، فتجمع بين روحانية الشهر الكريم وصفاء الطبيعة المتجددة. تخيل شوارع المدن العتيقة مثل فاس ومراكش والرباط وهي تكتسي بحلة من النقاء بعد زخات المطر، فتتراقص الأضواء على الطرقات الحجرية وتعانق رائحة الأرض المبتلة عبق التوابل المباعث من الأسواق الشعبية. وفي المساء حين يقترب موعد الإفطار تعج الأزقة بالحركة، والناس يتسابقون لشراء الشباكية والبريوات والحريرة، بينما تتصاعد الأدعية من المآذن ممزوجة بأصوات الأطفال الذين يمرحون تحت المطر. وبعد الإفطار تتزين الجوامع بالمصلين، ويصبح الجو أكثر سحرا، حيث تسير بين الأزقة الضيقة وأضواء الفوانيس تعكس لمعانها على الأرض المبتلة. إنه مشهد يأخذك إلى عالم آخر، حيث يمتزج الروحاني بالجمالي، وحيث المطر في رمضان ليس مجرد ظاهرة طبيعية، بل لمسة من السكينة والبركة، وكأن السماء تحتفل مع الأرض بقدسية هذا الشهر العظيم. عندما تهطل الأمطار في المغرب خلال رمضان، يتحول المشهد إلى لوحة فنية تمزج بين الروحانية والجمال الطبيعي. تخيل الأجواء الباردة المنعشة مع زخات المطر التي تتساقط برفق، تغسل الشوارع العتيقة وتمنح المدن المغربية رونقا خاصا، كأنها تستعد لاستقبال لحظات الإفطار بقلوب نقية وهواء ندي. في الأسواق التقليدية، حيث تفوح روائح التوابل والخبز الساخن، تسمع أصوات الباعة وهم ينادون على التمر المجهول وعصائر البرتقال الطازجة، والناس رغم المطر يتنقلون في حيوية، بعضهم يسرع للبيت حاملا خبزه الطري، وآخرون يختبئون تحت مداخل المحلات يضحكون مع المارة ويتبادلون التهاني بالدعاء الذي يكثر في رمضان: الله يجعل أمطار خير والبركة. أما وقت الإفطار يكون للمطر وقع مختلف، إذ تجتمع العائلات حول الموائد المزينة بالحريرة الدافئة، التمر والزيتون، بينما أصوات الآذان تتناغم مع قطرات المطر المتساقطة على النوافذ بعد الإفطار. أما بعد الإفطار يخرج الناس إلى المساجد، وخطواتهم تتمازج مع صوت المطر الذي يبلل الأزقة الحجرية، في مشهد يعكس طمأنينة فريدة، كأن الأرض والسماء تتشاركان في لحظة السكينة الروحية. ثم تأتي صلاة التراويح، حيث تمتلئ المساجد بالمصلين والأجواء مليئة بالخشوع. وبعد الصلاة يتجول البعض في المقاهي التقليدية، حيث ينبعث بخار الشاي بالنعناع ويرتفع صوت الضحكات في جلسات السمر. المطر لا يوقفهم، بل يزيد اللقاءات دفئا وسحرا، كأن كل قطرة تحمل قصة، وكل ليلة ممطرة في رمضان تظل محفورة في الذاكرة كذكرى لا تنسى من بركة الشهر الكريم. ومع تقدم الليل تكتسب الأجواء سحرا خاصا، حيث تهدأ الشوارع قليلا، لكن الحياة لا تتوقف. في الأحياء القديمة مثل المدينة العتيقة بمراكش أو فاس، تجد بعض المقاهي ما زالت مضاءة، تستقبل الزوار الباحثين عن لحظة دفء مع كأس شاي منعنع أو طبق سلو المغربي في الزوايا الضيقة.
في الزوايا الضيقة ترى الأطفال يمرحون يلعبون تحت المطر الخفيف، وأصواتهم تضيف بهجة خاصة لهذا المشهد الرمضاني الماطر. أما في البيوت فتكون الجلسات العائلية أكثر دفئة، حيث تلتف العائلات حول موائد الشاي والفطائر المغربية، يتبادلون الحديث والضحكات ويحكون قصصا قديمة عن رمضانات مضت وأيام الخير التي تباركها أمطار الرحمة. الجو ممتلئ بروائح المسمن الساخن والعسل، والكل يشعر بالسكينة وكأن المطر يغسل قلوبا مثلما يغسل الأرض. وحين يقترب السحور تبدأ الاستعدادات مجددا، وتسمع أصوات الطبال الذي يجوب الشوارع يوقظ الناس وصوته الجهوري رغم المطر الذي يبلل أزقة المدينة. بعض البيوت تطل من نوافذها تلوح له بامتنان، بينما آخرون يفتحون الأبواب لمشاركة الطعام مع من يحتاج، في لفتة تعكس روح رمضان الحقيقية. ثم يأتي الفجر والسماء صافية بعد ليلة ماطرة، والأجواء مشبعة بنسيم ندي يحمل عبق الأرض المغسولة، وكأن الطبيعة نفسها صامتة مع الناس وتنتظر بزوغ يوم جديد مليئا بالبركة. هكذا يكون رمضان في المغرب، حيث تعانقه الأمطار لحظات لا تنسى، تتشابك فيها الروحانية مع الجمال، وتبقى محفورة في الذاكرة كجزء من سحر هذا الشهر العظيم. كنتم مع حكاية الطريق مع نور الدين. إن عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.